السلام عليكم. النهاردة هنعمل فطائر محشية حشوات مختلفة وبأشكال مختلفة، ومن كيلو دقيق هنعمل 25 قطعة بالشكل ده. يا ريت تشجعوني باللايك عشان أقدم لكم كل جديد، وهحط لكم اللينك بتاع الميني بيتزا في آخر الفيديو. يلا نسمي بسم الله. معايا نص كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ممكن نستبدلها بخميرة بيرة. هقلبهم كويس قوي مع بعض وهغطيها كده واسيبها على جنب. معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، هنخله كويس قوي. هضيف عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، لو مفيش عندي بيكنج باودر ممكن ازود نص معلقه خميره فوريه، يبقى هحط معلقه كبيره ونص خميره فوريه لو ما حطيتش بيكنج باودر. هضيف معلقه صغيره ملح، الملح طبعا في الحلو وفي الحادق بيظبط الطعم. وهقلبهم مع بعض كويس قوي. هضيف عليهم بيضه، هبقى مطلعاها من التلاجة من ساعتين، ممكن استغنى عن البيضه لو مفيش، يعني ممكن ما اضيفهاش. انا حاطه البيضه دي عشان برضو ايه، بعلي القيمه الغذائيه، عشان الفطاير بتاعتي يبقى لها طعم حلو كده وتبقى غنيه. هضيف عليها معلقه كبيره من الخل ومعلقه صغيره من الفانيليا. الخل طبعا محسن وفي نفس الوقت بيدي هشه للمخبوزات. هضيف عليها كوبايه من اللبن الرايب دافي، وممكن استبدله بلبن حليب. لو ما عنديش لبن رايب ولا لبن حليب ممكن استخدم ميه دافيه. المهم نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. هتطلع معايا الحاجه طعمها تحفه وهتطلع فيها بركه. هقلب كده مع بعض وهنزل بالتدريج كده. هضيف اللبن او الميه كده بالتدريج. هضيف كوبايه تاني من اللبن الرايب بالتدريج واقلب كده كله مع بعضه. طبعا مش كل الدقيق بياخد زي بعضه في الميه او في اللبن، يعني انا مش يعني ممكن تاخد معاكم اقل، ممكن تاخد معاكم ازيد. المهم ما تحطوش اللبن او الميه مره واحده، حسب ما العجين هياخد معاكم. عملت قبل كده القرص الفلاحي والكرواسون، وعملت معجنات وكيكات حلوه قوي. انزلوا صندوق الوصفه هتلاقوا الطريقه بتاعتهم. الخميره تفاعلت معايا وبقت نشطه اهي، هضيفها على العجينه بتاعتي وهبتدي بقى اقلب كويس قوي كده مع بعض. هبتدي اعجن بايدي بقى، هلم العجينه واعجنها كويس قوي لمده 10 او ربع ساعه. اهم حاجه ان انا اعجن كويس قوي عشان العجينه تطلع معايا هشه، وعشان اعمل لها عرق. هفضل اعجن كويس قوي كده. هضيف نص كوبايه من الزيت على الزبده تكون برضو مطلعاها من التلاجة قبلها بساعتين. ممكن اضيف زيت بس نص كوبايه، او اضيف زيت على سمنه، الموجود عندك حطيه. ممكن تعملي نص كيلو دقيق وتملي بيتك خير، وتاكلي ولادك حاجه حلوه كده ويفرحوا بيها في البيت. هفضل اعجن كده. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان هقول نصائح عشان المخبوزات، عشان الخبيز والتخمير وكده. هفضل اعجن كده. العجينه بتلزق معايا بسيط، لازم العجينه تبقى يعني بتلزق سنه كده وتبقى طريه معايا، تبقى هشه كده وطريه وناعمه. هضيف رشه كده من الدقيق بسيطه قوي، مش عايزه احط دقيق كتير عشان العجينه ما تبقاش ناشفه معايا، العجينه لازم تبقى طريه وناعمه في ايدي. هعجن بقى العجينه شويه كده لحد ما الاقي العجينه ما بتلزقش في ايدي كده، وبقى ملمسها ناعم. خلاص كده العجينه اتلمت معايا وبقى ملمسها ناعم كده وما بتلزقش في ايدي. هحطها في بوله مدهونه زيت، وهدهنها زيت من على الوش عشان ما تنشفش معايا.
وهغطيها بكيس وعليه فوطة واسيبها كده على جنب تخمر وتتضاعف كميتها. معايا نص كيلو من العجوة الناعمة، هضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة الطرية وهعجنها كويس قوي. ممكن اضيف زيت، معلقة زيت، ممكن اضيف معلقة سمنة، ممكن اضيف معلقة مية سخنة. المهم ان انا اطريها كده عشان وانا بكورها ما تلزقش في ايدي، وتبقى سهلة معايا كده في التشكيل، وفي نفس الوقت تبقى ناعمة كده ودايبة جوه المخبوزات. هعملها كور كده قد الليمونة كده. كده خلصنا الكمية. العجينة تفاعلت معايا اهي وخمرت، وبصوا بقت قد ايه تضاعفت معايا ازاي. هطلع منها الهواء وهبتدي اشكلها على شكل كرات كده. اعمليها بالحجم اللي انت عايزاه. عملنا 25 قطعة من كيلو دقيق. هنغطيها بقى وهنبتدي بأول قطعة حطيناها، وهفرد بقى طرية قوي العجينة معايا وسهلة. بصوا عاملة ازاي، ممكن تعملوها تفردوها بايديكم. هضيف قطعتين من العجوة وهفردهم كده وهضيفهم بالشكل ده، وهقفل الطرفين على بعض. هقفلها كويس قوي عشان العجوة ما تطلعش اثناء الخبيز وتتحرق مني. هقفلها كويس قوي كده على بعض. الشكل ده هيعجبكم قوي. هقفلها الاول من الاطراف، هاخد الطرف ده وتقفله كده في النص، والطرف التاني هجيبه قصاده في النص عشان يديني شكل الفيونكة. وهعمل فتحتين كده، وهمسك العجينة الفها، المها في النص كده والفها على ورا تديني شكل الفيونكة. الشكل القمر ده لازم لما اعمل لعيالي حاجة اعمل لهم اشكال واحط لهم حاجات كده تخليهم يعني العين طبعا بتاكل قبل البق، اجذبهم عشان ياكلوا الحاجات دي. الحاجات دي كلها مغذية. وهعمل شكل تاني هيعجبكم قوي. لو عندك بقى بسطرمة حتتين في التلاجة، لو عندك حتتين فراخ في التلاجة زيادة. انا كان عندي لحمة معصجة، دايما لما بعمل لحمة معصجة بشيل معلقتين في الفريزر، بينفعوا معايا بقى في بيتزا، في حشوات فطاير. هعمل فتحتين من الجناب كده، انا حطيت عليها طماطم متقطعة مكعبات مطلعة منها البذر، حاجة بسيطة كده. وهلم الجنبين على بعض، هلمهم عكس بعض. وهقفل بقى الفطيرة بتاعتي كده من فوق ومن تحت. وهعمل هعمل نفس الشكل تاني. هعمل فتحتين، ممكن اعملها بالسكينة بالشكل ده، واخد الجنب ده احطه عكس الجنب التاني، عكس بعض. وهقفل معايا بقى الفطيرة كده من فوق ومن تحت، اخليها بالشكل القمر ده. هشيلها كده بالراحة في صينية مدهونة زيت بسيط، هدهن صينية زيت بسيط كده. خلصنا الكمية بتاعت الشكل ده، هغطيها واسيبها تخمر نص ساعة. هعمل الشكل ده، هفرد العجينة كده وافرد عليها العجوة وهلمها في ايدي. هقفلها كلها في ايدي كده والمها واحطها على الناحية التانية. اي حاجة عندي بقى مضرب عندي هشكل بيه، اعمل شكل كده، اعمل بالشوكة بالسكينة، المهم اعمل لها شكل حلو كده.
هعمل كده فتحات، وهحط العجوة، هفرد العجوة واحطها بالشكل ده. ولازم تقفلي عليها كويس قوي عشان العجوة ما تطلعش بره وتتحرق منك، لازم تقفلي عليها كويس قوي. ممكن اسيبها زي ما هي كده، ممكن اعملها على شكل نص دايرة. شكلي بقى براحتك واعملي لولادك براحتك. هنعمل نفس الشكل. لو بنص كيلو دقيق، ولو مش بتعرفي تعملي حاجة هتعرفي تعملي الطريقة بتاعتي دي وهتطلع معاكي ناجحة وهشة وطرية وجميلة. اهم حاجة اسيب العجينة في الاول تخمر تخمر، وبعد ما اشكلها اسيبها تخمر نص ساعة. ده من شروط نجاحها. ولازم الفرن عندي يبقى متسخن قبل ما ادخل فيه المخبوزات بربع ساعة، يبقى سخن. ولازم اغطي المخبوزات، لازم اغطيها واسيبها تخمر نص ساعة بعد ما اشكلها. اول ما الاقيها خمرت على طول ادخلها الفرن على طول، ما اسيبهاش بقى ايه، ادخلها على طول. هفرد كده، ممكن احشيها جبنة. انا حشيت عجوة وحشيت جبنة بيضة. ممكن احشي بسطرمة، احشي نوتيلا، احشي مربى، احشي جبنة قريش معاها بقدونس. ممكن اعملها من غير حشوة، هيبقى طعمها حلو قوي. كده خلاص خمرت معايا. لو عندك حتة جبنة رومي بشوريها وحطيها على الوش كده. لو عندك جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة عندك حطيها على الوش كده، هتدي شكل حلو قوي للفطاير وهتدي طعم حلو قوي برضو. كل الحاجات دي بتعلي القيمة الغذائية، بتخلي الطعم حلو قوي، بتدي طراوة كده للعجينة وتخليها طعمها حلو وتفتح النفس. معايا بيضة على نص كوباية لبن، حطيت عليهم رشة فانيليا، ضربتهم مع بعض ودهنت بيهم كده الحرف. هندهن الحرف كده وهنرش عليهم بقى شوية سمسم او حبة البركة. كل الحاجات دي مغذية، سواء السمسم او حبة البركة. انت بتعملي لبيتك حاجة لازم تضيفي كل الحاجات اللي عندك عشان تطلع معاكي بالشكل ده. ده شكل الفيونكة، بصوا هو شكله حلو ازاي. هدهنه برضو بالخليط، وهرشله برضو حبة سمسم كده على الوش. برضو ما ننزلش السائل ده في الصينية عشان ما تتحرقش، ولازم الصينية ادهنها زيت بسيط جدا. بعد ما تطلعي المخبوزات من الفرن غطيها 10 دقايق عشان تفضل معاكي طرية. ولازم كل الحاجات اللي تستخدميها تبقى بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه؟ يعني طلعها قبليها بساعتين من التلاجة. الشكل ده بصوا طلع حلو ازاي برضو. كيلو دقيق عمل لي كمية وهيبقى حجمها برضو حلو ومناسب بصوا طلعناها من الفرن، دخلناها حطيناها على الشبكة على الفرن متسخن عالي. اول ما خدت اللون من تحت شغلنا الشواية، خدت اللون القمر ده. بصوا شكلها تحفة ازاي. اهم حاجة ان انا اول ما اطلعها اغطيها 10 دقايق عشان تفضل معايا طرية. واحطها في علبة بقى واكل منها بقى، هتبقى طرية معايا وهشة وتحفة. لازم تنفذوا النصايح اللي انا بقولها دي عشان هتلاقوها فعلا زي ما انا قلت. طرية وهشة، والحاجة طالعة معانا هشة ولازم اخدمها كويس قوي عشان تطلع معايا بالشكل ده. شايفين من كيلو دقيق هتعملي ايه؟ بصوا شكل الفيونكة عامل ازاي. يا ريت بقى تدعموني باللايك وتشجعوني عشان اقدم لكم كل جديد. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، ومتنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حاجة بصراحة عظمة. بصوا الاشكال وبصوا التخمير وبصوا مخلي هشة ازاي، والخبيز بتاعها حلو ازاي والوانها عاملة ازاي. بصوا الخبيز بتاعها زي الاسفنج. بصوا هشة معايا ازاي، وبصوا الحشوة فيها دايبة ازاي.
حاجة كده قمر. يلا ندوق. جامدة قوي. باي باي.